السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشارك معكم لحم الراس. غنشارك معكم واحد كما الخبيزات اللي غتلاحظوا راه غنطيبهم هنا هنايا غير في كان في الدار، المجمد ديال بالاضافه لواحد خرجته السلطه اللي كتجي بارده ولذيذه حتى لاخر الفيديو فيها باش تقريبا غتشاهدوا كاع الخضروات جميع مراحل تحضير هاد وكتكون صحيه. السلطه. وهاد اول حاجه هنايا خديت طبق هاد ديال لحم لحم الراس الراس اللي كان عندي في وبالاضافه المجمد. للخبيزات ديال ضفت الدار. عليه البصله والربيع مقطعين، شويه ديال ضفت التحميره، عليه شويه شويه ديال ديال العطريه السكنجبير، بالنسبه للعطريه. البزار، وهنا الملحه، عندنا شويه وغنضيف حبيبه عليهم من شويه القرفه ديال الزيت العاديه. من بعد غنضيف واحد تقريبا كاس حتى لجوج كيسان ديال الماء باش يطلق لي داك اللحم الراس ويتقلى في نفس الوقت. وغتشوفوا من بعد الطريقه غندوزو التحضيريه ديالها. نحضروا هنايا في الشلاضه العاديه. واحد الباسين درت شويه ديال البصله، شويه غنزيد ديال عليهم الكزبره شويه ديال معدنوس الخيار مقطعين. مقطع. الا عندكم الفلفل الحلو نقيت هذيك حتى هي المطيشه عفوا نزيدوها. وغنقطعها ما طريفات عندكمش وغنضيفها على اكتفيو غير هاد بهاد العناصر اللي درت البصله معكم والربيع. صافي بالنسبه للعطريه هنايا ديال هاد الشلاضه كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الزيت ديال المائده، وشويه ديال الكمون، وشي قطيرات ديال الخل. هذا الخبز راه بالقمح الكامل، ضفت عليه شويه ديال الفورص. صافي كنضيف عليه شويه ديال الخميره والملحه. من بعد ما كنعجن كنخليه حتى يخمر، وكنشكلوه كويرات بهذا الحجم. صافي كنخليهم يطلقوا شويه وكنرش الفينو. صافي كنقرصهم. كناخد لاطه كنفرش فيها الورق ديال الفران، كنحط فوقها الخبز. صافي وكنخليه حتى يخمر وكندخلو الفران. هذه هي الطريقه ديالي في الخبيز ديال الخبز في الفران ديال الدار. ومن بعد غندوزو هاد اللحم ديال الراس اللي صافي تقلى. غنضيف عليه الحمص اللي كيكون مرطب من قبل ومغسول. كنمرق هذاك اللحم ديال الراس صافي، وكنسد عليه وكنقص عليه البوطه. كنخليه على عافيه مهيله حتى كيطيب. بالنسبه لهاد الفلفله لقيتها عندي شويتها وغنضيفها على ديك لاصالاد ماروكان. صافي ومن بعد هنايا راه غنشرمل الخيزو بوحدو. من بعد ما سلقته غنشرمل الباربه، البطاطا واللوبيا كما كتلاحظوا، والروز بطبيعه الحال اللي سلقته مع شويه ديال الملحه وحطيته الوسط.
بالنسبة للشرمورة ديال الخيزو، كندير فيها شوية القزبر ومعدنوس، شوية ديال الملحة صافي، وشوية ديال البزار، صافي. هادو هما هذا هو هذا هو باش كنشرمل الخيزو. بالنسبة للوبيا كدير فيها شوية ديال الكمون، شوية ديال الزيت العادية، وضروري من الملح كتسلقوها بيها باش كتجي بنينة. وبالنسبة للبطاطا راه كديروا لها المايونيز وكتسلقوها بالملحة باش كتجي بنينة. وهذا هو الطبق النهائي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.